دلوقتي يا حبايبي عملنا مع بعض كده المخلل العظمه القمر ده بجد تحفه جدا وقرمشته تحفه جدا. بتمنى الوصفه تكون خفيفه على قلبكم، ويلا بينا كده نشوف ايه هي مكونات الحاجات العظمه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كده، طبعا احنا شايفين ايه هو هنعمل مع بعض كده نخلل الجزر بالبنجر بالفلفل، حاجه كده سبايسي تحفه جدا. حاجه كده سبايسي وتحفه جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم، بس اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله من القناه. دلوقتي احنا مقطعين معانا الجزر كده، مخلياه كده تخين شويه علشان يتحمل معايا كده، لو قعد شويه ما يبص معايا. فانا مقطعاه كده تخين، ما بحبش اقطعه رفيع. لما بقطعه رفيع كده لما هكون عامله كميه بسيطه وهيخلص على طول. لكن لو هتسيبيه شويه كده فانا مقطعاه تخين كده عشان يتحمل معايا شويه. فاحنا دلوقتي جهزنا كده كل الحاجه، حطينا كده فصين الثوم والفلفل. الفلفل الحار طبعا الكميه اللي تحتاجيها، عايزه تخرطيها براحتك جدا، مش عايزه تخرطيها كده كده هيبقى سبايسي، لان احنا لسه هنزود له شطه حمراء كمان. يلا بينا كده بقى نشوف. وطبعا البنجر ده بيديله لون تحفه جدا، وبعد كده بيدخل طعمه من طعم المخلل، بيبقى حاجه كده روعه جدا. يلا بينا كده نشوف هنعمل باقي الكميه ازاي. يلا بينا مع بعض. دلوقتي كده انا خلاص بقى زودت كده معاهم الليمونتين دول كده. هنبدا نجيب كده اللي احنا هنعمل فيه المخلل بتاعنا، الدورق كده. وهنبدا نجيب بقى الليمونتين كده. انا بحب بصراحه اعصر فيه كده ليمونتين، علشان خاطر الليمون بيدي لميه المخلل كده مزازه، بيوصلها كده للجزر معانا، بجد بتبقى طعمها تحفه جدا. طبعا ناس كتير قوي ما بتعملهاش كده، بس بجد عصره الليمونه دي بتديها طعم تحفه جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم، وما تنسونيش ابدا دايما في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. هنعصر الليمونه كده بقى معاها كده، نحطها في الميه معانا ونرجع تاني مع بعض. طبعا انا هعصر على الدرق ده كده كله ليمونتين، لان بجد بتديه للمخلل بتاعي طعم تحفه جدا، وبيبقى طعمه مميز جدا. طبعا ناس كتير قوي بتحب تخلل المخلل كده قبل رمضان. يلا بقى ده وقته كده، الجزر والحاجات دي كلها. فانا بحب اعصر الليمونه كده لان هي بتديها طعم حلو قوي. طبعا التكه اللي بتحافظ بجد على المخلل بتاعي ان احنا دايما نكون غاليين الميه بتاعه اللي احنا هنخلل بيها دي، نكون غاليينها وسايبينها تبرد خالص علشان خاطر تبقى كويسة معانا في التخليل. بجد التركاية دي بتدي للمية بتاعت المخلل كده طعم تاني خالص. انا كده عصرت خلاص كده الليمونتين. هنبدأ كده ننزل في الدورق بتاعنا كده بشوية كده صغيرين كده من الشطة الحمراء، عشان انا بنحب المخلل كده معانا سبايسي قوي. ودي شطة هندي، مش عايزة اقول لكم بقى يعني حامية 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 يعني. وهننزل كده بمعلقة 5 معالق كده من الملح، ودول كده 6 معالق علشان خاطر احنا مزودين المية معانا شوية. وهنجيب التوم بتاعنا. حد هيقول لي توم في الجزر، هقول التوم بجد بيدي نفس حلو قوي. هنقطعه كده معانا، عايزة تحطيه زي ما هو مفيش مشكلة، عايزة تحطيه زي ما هو مفيش مشكلة خالص. قطعنا التوم كده، وهنبدأ ننزل بالبنجر بتاعنا والفلفل. بس بجد هتاخدي احلى جزر. طبعا انا كنت يعني لما بكون بخلله ان هو هيخلص على طول كده، ببقى مقطعاه تقطيع رفيع شويه، لكن كده هيتحمل معايا وما يبص معايا خالص. هننزل بقى كده كل الكميه كده في الدرق بتاعنا ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي بعد ما حطينا كده كل الكميه اللي معانا، هننزل عليهم كده بالميه اللي بتغلي. دلوقتي يا حبايبي احنا بعد ما حطينا الميه كده خلاص كده، حطينا الميه كده كانت الميه سخنه معانا دافيه، فاحنا حطيناها كده دلوقتي في البطرمان بتاعنا، وهنسيبها كده لمده 3 ايام، ونرجع نفتح على المخلل بتاعنا اطعم مخلل باذن الله تعالى. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون دايما كده. كل الوصفات اللي بنقدمها خفيفه على قلبكم. يا ريت ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. خليكم معايا للاخر نشوف شكل المخلل بتاعنا القمر ده هيبقى طعمه عامل ازاي. أنا
ايه رأيكم بقى يا صحابي يا حلوين في المخلل الجميل ده؟ حاجة كده جميلة جدا. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. وايه، يلا بينا نسمع صوت ارمسته وطعمه التحفة الجميل ده. ودلوقتي يا حبايبي كده بعد ما شفنا المخلل وطريقته التحفة دي، بجد طعمه عظمة جدا. بتمنى ان الوصفة تكون خفيفة على قلبكم وتعجبكم بإذن الله تعالى، وما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. وطبعا ده كان معمول كده سبايسي كده علشان خاطر ولادي بيعشقوا الحاجة اللي سبايسي، فاحنا قررنا ان احنا نعمله كده. وطبعا الشيف الصغير بتاعنا هو اللي قرر ان هو يقدمه معاكم النهارده. اتمنى الوصفه تكون خفيفه على قلبكم، ويا ريت ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله من القناه. ودلوقتي نقدر نقول مع بعض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.